الكم الرجلان هو ده الكم اللي احنا شايفينه في الصورة. طب يا ترى هنتعلمه هو ولا هنتعلمه إعادة تدوير؟ تعالوا بينا النهاردة نشوف في الحلقة دي هنعمل ايه. أهلا بيكم في قناتي دودي موريس، والنهاردة هنتعلم الكم الرجلان ازاي ممكن نعمله، وممكن نبدع في أشكال كتيرة منه. احنا شايفين في الصورة الكم الرجلان ممكن يكون نص، ممكن يكون تلتين الكم، ممكن يكون كم كامل زي البلوزة اللي احنا شايفينها دي. ازاي نتعلم نعمله؟ بمنتهى البساطة. اشكال وموديلات كتيرة للكم الرجلان احنا ممكن نعملها، وممكن نعمل ميكس لونين مع بعض زي ما شايفين في الصورة. وبمنتهى البساطة الفكرة الأولى والأساسية ازاي تعملي الكم الرجلان، أو ازاي تقصيه على القماش أو تقصيه على الورق ومنه يتعمل الكم دي، سواء هو أو لو استمرت معايا لنهاية الحلقة هوريك ازاي تعمليه سواريه كمان. استمري لنهاية الحلقة وشوفي السواريه ممكن يتعمل ازاي. تمام، ادي الكم الرجلان احنا عاملين ميكس بين اللونين، ده ممكن يكون اعادة تدوير. خلي بالك احنا في كل فكرة من دول هنشرحها، المهم نعرف الفكرة الاساسية ازاي نعمل الكم. اول حاجة بنعملها باخد طول البلوزة زائد طول الكم اللي انا عايزاه. طيب طول الكم يا مدام وداد من بداية الكتف ولا من بداية الرقبة؟ لا، من بداية الرقبة. انا عندي هنا الكم الرجلان مفهوش كتف، مفهوش خياطة باط، مفهوش خياطة كتف، فبيبقى الخياطة عندي هي اللي واصلة حد الرقبة. بجيب القماش واتنيه على اتنين، واخد طول الكم زائد طول البلوزة، واعمل الزاوية اللي انت شايفاها دي واقصها. دي كل الفكرة بتاعت الكم الرجلان. بصي بعد الكم كده بفرد الكم وابتدي احطه ادي بالطريقه دي. باجي عند الزاويه اللي فوق وابتدي احرد دوران الرقبه، سواء عايزه الدوران يبقى حوض. هنا انا قصيت شويه من وسع الكم عشان ما يبقاش واسع خالص، يبقى الفتحه بتاعت الدراع ما تبقاش واسعه خالص. وببتدي اجمع البلوزه بتاعتي اعدلها واحط الكمين بمنتهى البساطه. احط اهو كده، وانا كده عملت الرقبة عندي حوض. دي الفكرة بتاعته، هنشرحها تاني، هعملها لك مع فكرة تاني. ادي اهو عملت هنا جزاف وربطت الرقبة بتاعته. هعيد الفكرة تاني، بطبق القماش على 4 وباخد طول الكم ومن طول البلوزة. تمام، وابتدي اخد الزاوية دي اللي هي بتاعت الكم الرجلان بتاعي اهو، بعمله كده وابتدي اقص الزاويه بتاعت الكم واحطه هنا. لو انا عايزه الرقبه تبقى واسعه واحط استك، يبقى الحرف من فوق باستك ممطوط، يعني انت ممكن يبقى يوسع، ممكن ينزل في شولدر زي الفكره دي. ممكن المه بجزاف وشريط يبقى مربوط. تمام، ممكن يكون معمله دانتيل، ممكن يكون معمله قماش ملون. تمام، الفكرة بتاعت الكم بسيطة جدا. طيب هل ممكن ان انا اشتغل من نفس الشكل ده اعمل بلوزة؟ ممكن نعمل بلوزة زي بالمنظر ده، اعمل كم دانتيل، اعمل كم تل، اعمل كم كافيار قماشة سواريه. ممكن تتعمل اي فكرة من ده كله. ممكن اعملها فستان، ممكن بمنتهى البساطة. هوريكي موديل تاني ازاي تعملي الكم الرجلان مع فساتين. ممكن عندي بلوزتين استغنيت عنهم خلاص، اخد البلوزة لون والكم من البلوزة التانية، يبقى عندي عملت ميكس ظريف من الالوان ينفع معايا بلوزة بالمنظر ده بالشكل اللي انت شايفاه في الفيديو. تمام، طيب هل انا ممكن انوع في القماش؟ ممكن. ممكن عندي مثلا تيشيرت جل مع الكمام اخليها قماش شكل تاني، او تيشيرتين من نفس الخامة انوع بينهم. الاتنين صغروا عليا، بس انا هعمل منهم موديل جديد من الكم الرجلان ده. الكم ده بيسهل عليكي حاجات كتيرة وبيديكي موديلات ظريفة جدا، وممكن تنوعي وتشكلي فيها زي ما انت عايزة. تمام، انا هنا الدوران الرقبة بيتنوع معاكي حسب الشكل اللي انت عايزاه، سواء هو هنا دوران حوض او دوران على قد الرقبة. ممكن يتعمل 7، ممكن يتعمل باستك عشان يبقى مثلا تنزلي الاستك يبقى في شولدر. دي موديلات الفساتين بتاعتنا. بعمل الكم الرجلان سواء بكم او نص او كده، وقصة البرنسز مع الفستان بمنتهى البساطة، ما فيهوش حاجة صعبة. ادي اهو ادي الكم الرجلان، وده طبعا بيسهل معاكي علشان خاطر يبقى دوران الباط واسع معاكي مريح.
ومفيش خياطة كتف ممكن انت تخافي منها. تمام. الكم الرجلان ممكن يتعمل فساتين واشكال وانواع والوان من الموديلات بتاعتنا. ادي موديل تاني لكم الرجلان، بس احنا عاملينه نص كم هنا، ده هنا عاملينه كم فستان صك عادي جدا، ومعمول معاه الكم الرجلان مع جيبين زراف كده، فبيدي منظر موديل ظريف وموديل بناتي حلو. طب لو عايزه اعمل حاجه للمصيف او شهر العسل، حاجه زي كده في منتهى الجمال، كم رجلان مع الاستك اللي في الصدر من فوق، ممكن يتعمل عش النمل كمان اللي هو اساتك كتيره، بتبقى مظبوطه على الكتف، من الكتف للكتف، مربع ورا وقدام او دوران ورا وقدام. ممكن الاستك ده يتشد ينزل عن الكتف يبقى اوف شولدر، فيبقى للمصيف، لشهر العسل، لمناسبات كتيره، للرحلات، للحاجات دي. طبعا بتبقى مستحبه الموديلات اللي هي بتبقى فضفاضه وحلوه وجميله بالمنظر ده. من نفس الفكرة بتاعت الكم الرجلان هنطلع افكار كتيرة للكم الرجلان. عندي الموديل اللي جاي ده على طول من نفس الكم، نزلنا الحدة بتاعت الرجلان شوية وعملنا بيه الاكتاف دي وعملنا بيه الكسرات وطلع موديل حلو جدا. كمان الموديل اللي جاي روعة من الكم الشيفون، وعملنا بعض الاكسسوارات على الفستان سواريه صك، وبقى فستان شيك جدا. الموديل اللي جاي كمان برضو يتعمل سواريه حلو جدا، سواء بالكم الرجلان، سواء الكم يتعمل بالكافيار او الحردتين الهرملتين اللي على الصدر يتعملوا بالكافيار. الموديلات كتيرة، والكم ممكن بمنتهى البساطة طالما اتعلمنا الفكرة الاولى منه ازاي نعمله بمنتهى البساطة هيتعمل معانا. دي فكرتنا النهاردة، فكرة بسيطة جدا. اتعلمي أول خطوات فيها الحردة على الورق، سواء على ورق، على جرايد، على مشمع، على قماش قديم عندك، على ملاية قديمة، أي حاجة. استغلي أي حاجة، ما ترميهاش، اتعلمي عليها وبعدين يا ست ترميها مش مشكلة، بس المهم ان انت تكوني جمعتي الأفكار الأساسية للكم ده. الفستان ده في منتهى الشياكة والتلبيس بتاعه رائع. تمام. افكار كتيرة ممكن تتعمل من الكم الرجلان. اتعلمي الاول وشوفي هتتعلمي ازاي حاجة حلوة. تمام. دي فكرتنا النهاردة، واتمنى تكون سهلة وبسيطة ليكي. ولو انت استفدتي ولو معلومة بسيطة اكتبي لي وقولي لي استفدتي ايه. ولو عندك برضو اي حاجة عايز تتعلميها ابعتي لي الصورة بتاعتها ونشرح الموديل بتاعها. من فضلك لايك وشير على الفيديو، ومنتظرة تشجيعكم ليا والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس على الكل. أفكار كتيرة هنتعلمها، سلسلة اتعلمي وسلسلة اتعلمي الخياطة من ألف ب، من أول خطوات للخياطة هنكون مع بعض فيها بإذن الله. دعمكم ليا دايما بيشجعني ان انا استمر كمان وكمان، ولايك منكم وكومنت بيخلي القناة توصل لأكبر عدد ممكن، والاستفادة تكون فعلا بتعم للكل. شكرا ليكم ونورتوني فعلا.